عملية تصغير الثديين من العمليات المنتشرة جدا في جراحة التجميل، خصوصا عندنا في المنطقة العربية. كثير من السيدات بيعانوا من كبر حجم الثدي ابتداء من فترة البلوغ لحد انقطاع الدورة. طيب مشكلته ايه يا دكتور كبر حجم الثدي؟ مشكلة اجتماعية نفسية ومشكلة طبية. المشكلة الطبية طبعا هي الآلام اللي بتبقى موجودة في الفقرات العنقية، في الكتف، الالتهابات اللي بتحصل تحت في منطقة التانية بتاعة الثدي. والأخطر من كده هي زيادة نسبة الإصابة بسرطان الثدي والعياذ بالله، ربنا يعافينا. طب المشكلة الاجتماعية، البنت مش عارفة تلبس كويس، مش عارفة تلعب رياضة، ثقتها في نفسها قليلة من كبر حجم الثدي. والسيدات اللي بيسمعوني دلوقتي وعندهم المشكلة دي فاهمين الكلام ده، أو هي دي شكوتهم. طيب دكتور، العملية سهلة ولا صعبة وبتتعمل ازاي؟ عملية تصغير الثدي من أحلى عمليات التجميل. ليه؟ لأن المريضة بتدخل أوضة العمليات بتخرج بعد ساعتين، العملية بتستغرق في حدود الساعتين، تزيد شوية تقل شوية، بتستريح بعديها 3-4 ساعات في المستشفى وبتروح بالسلامة. بتدخل بصدر كبير مترهل، تخرج بعد الساعتين دي إن شاء الله بصدر واقف مدور صغير، حجمه وشكله متناسق مع طولها وعرضها والمقاييس الطبية السليمة.